يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ خلينا ابدأ معاكم بموضوع مهم، بس الأول هل فكرت قبل كده إن السرقة ممكن تبقى مرض؟ طب ما تيجي نشوف. طبعا ممكن اعتبار السرقة مرض أو حالة من الهوس، واللي بتصيب بعض الأشخاص على مراحل عمرية مختلفة. بص يا صديقي، باختصار كده السرقة عبارة عن اضطراب نفسي، وده بيخلي الشخص عنده رغبة بإنه يسرق حتى لو الحاجات اللي سرقها مش عايزها أصلا أو ملهاش قيمة. وطبعا بيختلف من شخص لشخص، فمثلا مرض السرقة عند الأطفال بيختلف تماما عن السرقة عند المراهقين. الأول كده، مرض السرقة عند الأطفال يعتبر أمر طبيعي عشان الطفل اللي عنده 5 سنوات بياخد الحاجات بدون وعي، ومش بيكون مدرك خطورة الموضوع ولا حجم الضرر اللي واقع عليه. وفي الحالة دي الأهل لازم تتدخل بطريقة صحيحة، طبعا بدون عنف أو ضرب، عشان الطفل يستوعب، وده هيكون من خلال قصص وحواديت بتوضح قيمة الأمانة. وفي حالة وصول الطفل لسن 7 سنوات وهو مصر على السرقة وعدم الاستجابة، يبقى لازم أحكي له عن الثواب والعقاب، ولو تكرر فعل السرقة يبقى خلاص لازم نستعين بمتخصص. ولازم ناخد بالنا من أسباب السرقة عند الأطفال. ممكن يكون بسبب مقارنته بأصحابه وقرايبه، أو مثلا التوبيخ المستمر على أتفه الأسباب، وكمان الضرب والسخرية منه، وبكده الطفل بيكون عنده عقد نفسية واللي بتظهر للأسف على شكل سرقة. أما بقى السرقة عند المراهقين زي ما قلنا بتختلف عن الأطفال، وده عشان سلوك السرقة في فترة المراهقة بيوضح خلل في الأخلاق، ولابد من التدخل الفوري عشان نعالج السلوك ده من خلال متخصص طبعا، واللي بيقوم بواجبه بالبحث عن دوافع المراهق للقيام بعملية السرقة والبدء في العلاج. وغالبا بيكون الأسرة سبب في سلوكياته، والإحصائيات بتشير إن نسبة كبيرة من المراهقين اللي بيعانوا من هوس السرقة عندهم اضطرابات أسرية ومشاكل متعلقة بالأب والأم والأخوات، وبكده هيؤثر بالسلب على الحالة النفسية للمراهق. ويعتبر أول خطوة في العلاج هي التواصل مع الأسرة وتقديم الدعم المعنوي. والسرقة مش لازم ليها حرامي أو لص، احنا خلاص عرفنا إنها مرض نفسي. ده حتى أوقات بتشوف أشخاص بمظهر أنيق بيسرقوا من المحلات أو من حاجات أصحابها مثلا، وبتكون الصدمة هنا لدرجة عدم التصديق في إن إزاي الأشخاص دي تعمل كده، وده لأن الشخص وقتها مش بيكون حرامي بل مريض بمرض هوس السرقة. وعلى سبيل المثال الدكتورة هبة عيسوي أستاذ أمراض الطب النفسي بجامعة عين شمس وضحت وقالت إن هوس السرقة مرض نفسي بيندرج تحت قائمة الاضطرابات المسيطرة على الدوافع، وممكن المصاب بالهوس ده يسرق حاجات مش محتاجها وعنده المقدرة المالية اللي تخليه يشتري كل اللي هو عايزه، وهو بيسرق عشان بيشوف متعة ورضا وارتياح بعد القيام بالسرقة. وكمان أضافت نسبة الإصابة بالمرض ده ترتفع عند الأشخاص اللي بيعانوا من تقلبات المزاج أو القلق واضطرابات الأكل والاكتئاب، وبيحس مرضى هوس السرقة بالسعادة البالغة وقت السرقة. ومع عدم اكتشاف السارق ومرور الوقت بتنعكس مشاعر السعادة إلى إحساس بالذنب والخزي والعار. وأكدت إن العلاج بيكمل نحو السيطرة على الانفعالات، وإن نوعين، أولها علاج سلوكي والآخر علاج عاطفي عقلاني. وأحيانا العلاج بيكون أدوية كمضادات اكتئاب ومضادات للإدمان. أظن دلوقتي اتأكدتوا إن السرقة مرض فعلا. بس كده، ما تنسوش تقولوا رأيكم، وأهم حاجة ما تنسوش اللايك الجميل والشير لو المحتوى عجبكم، واستنونا المرة الجاية في موضوع جديد. سلام.